حطيناها على النار تغلي ونسيبها تغلي كويس. وادي كده فلفل مع مهروس مع توم مع كمون مع ملح. بعد كده هننزل حوالي نص كوباية لبن ونسيب الخليط كله يغلي. ادي المكونات بتاعت الخلطة بتاعت القرنبيط، عبارة عن كزبرة وشبت وكوباية لبن، وده فلفل مطحون بالثوم، وعندنا دقيق، وعندنا 3 بيضات، وعندنا طبعا الكمون والملح. هنجيب حلة كده او يعني هنعمل الخلطة. طبعا انا متأكدة من نوعية البيض اللي انا جايباها. حطينا البيض، سيبوها لما قشرة بيض تقع عندكم في البيض نفسه وتكونوا عايزين تجيبوها. بنعمل كده، نجيب قشرة بص نحط فيها وندخلها كده، هتروح ايه داخله معانا بكل سهوله. ادي البيض اهو، هنقلب كويس. طبعا هرش فلفل اسمر معانا، ادي رشه فلفل اسمر. الكمون بتاعنا طبعا ده معانا اساسي، والملح بتاعنا. احنا طبعا محيقين القرنبيط وهو بيتسلق، فهنراعي ده واحنا بنزود الملح بتاعنا. نقلب كده. بعد كده هنضيف خليط الثوم بتاعنا بالقرن الفلفل. كل حاجه نحطها نضيفها نقلب كويس. بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا، وهنضيف اللبن. اللبن بقى ده على حسب القوام اللي احنا هنعمله. احنا كده عايزين ايه؟ قوام وسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل. ممكن نحتاج فعلا كوبايه اللبن كلها. كويس كده المكونات. هضيف معلقه كركم، هضيف معايا معلقه كركم عشان تخلي القرنبيط مقرمش كده ولونه اصفر وحلو. بعد كده هضيف الخضره بتاعتنا اللي هي عباره عن كزبره وشبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اضيف شويه لبن كمان.
كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هنشوف الخطوة اللي بعد كده. هجيب القرنبيط واروح حطاه في الدقيق كده، بعد كده انزل بيه على الخلطة كده. الخلطة هتتشرب، الخلطة هتتشرب القرنبيطاية، وعلى النار حاطة زيت. أول لما يسخن أروح ساقطة فيه القرنبيط. أنا هعمل بقى إيه كل الكمية، بعد كده إيه هبدأ أقليه في الزيت، ودي هنحطها في الطاسة تتقلي وهنشوف الشكل النهائي.